سحرك عيونك والوجه نوراني، سبحان حسنك والحسن رباني. سحرك عيونك والوجه نوراني، سبحان حسنك والحسن رباني. سحرك عيونك. الحزن مرافق الإنسان على طول. أكو شخص بس يشتكي لشخص آخر ويعوف الله سبحانه وتعالى. يعقوب عليه السلام في ليلة قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحده. أنا أشكو حزني إلى الله. وفي ليلة سجد لله سبحانه وتعالى ويوسف بعيد عنا أكثر من 40 سنة وبكى وبيضت عيناه، وفي سجوده قال: يا ربي أما ترحم ذلتي، أما ترحم فقري، أما ترحم شيبتي، أما ترحم ضعفي، أما ترحم كبر سني. فأوحى الله له: يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي لو كان يوسف ميتا لحييته لك. اسمع هذا الكلام الكبير من الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال. لو كان ميت يحيي لك. يقدر، نعم يقدر، هو الله سبحانه وتعالى. وفي الليلة الثانية قال: لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. القادم أجمل مع صبر، ولكن ابن آدم بطبيعته ترى ما يصبر، عجول دائما، هو عجول. فأصبر راح تنول الشخص اللي تحبه، أصبر راح تحصل الشهادة المعينة، أصبر راح تتوفق بالتجارة، أصبر وتوكل على الملك، لا تتوكل على غيره. مو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا ابن عباس احفظ الله يحفظك إلى نهاية الحديث، يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعونك بشيء لن ينفعونك بشيء إلا قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرونك بشيء لن يضرونك بشيء إلا قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا تخاف من بشر، بل خاف من الله سبحانه وتعالى الخالق. كل شيء بيده، هو مقلب بيد القلوب، والشر يقلبها على الإيمان وعلى حبه، يقلب الليل والنهار. فلا تخاف أنت من إنسان قط، دام أنك متوكل على الله سبحانه وتعالى. ورمضان على الأبواب. رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله ما تشوفون شر كل عمركم. وفي هذا الشهر من تفطر لك دعوة وحدة مستجابة عندما تفطر، ادعيها لشخص غالي على قلبك أن الله سبحانه وتعالى يوفقه، لأنك ملك جنبك راح يقول ولك بالمثل، ويا ربي تستقر وياه. من هذا الشخص اللي تتمنى تستقر وياه؟ ادعي له بشهر رمضان، قل: يا ربي أتمنى استقر مع فلان، لأن بعيونه أشوف الدنيا كلها آني، بعيونك أنا أشوف دنيتي. أتمنى تكون أنت أب لأطفالي. من يذكرون ما معنى الراحة أذكر اسمك، أنت كل معناها. أنت اللي حسيت وياك بإحساس أنا ما حسيته من قبل، لذلك دائما أذكرك. هو بعيد عنك رغم البعد. اللي بعيد عن العين اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب كذب. أنت كل ما تبتعد أكثر أشتاق لك أنا أكثر. أنت بصفي وياي وأنا مشتاق لك، فكيف لو عني تغيب؟ هذا الكلام كله تقوله لمن؟ قوله لهذا الشخص اللي أنت في بالك هو على طول، وإن شاء الله يسمعنا. الحزن